بالنسبه للدرس ديال اليوم غادي نديرو بينيه حلو بهاد المكونات اللي غادي نقول لكم. عندي هنا في الدقيق الابيض الممتاز عندي 900 غرام ديال الدقيق، وعندي 3 حبات من البيض، 90 غرام ديال السنيده، عندي ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، كيس من الفاني، ملعقه صغيره من الملح. بالنسبه للحليب هنا عندي واحد نصف لتر ديال الحليب اللي دفيته، هو اللي غادي نعجن به البينيه ديالي. وعندي 90 غرام من الزبده من اصل حيواني، هذه غادي نخدم بها من بعد ما نعجن العجين ديالي، عاد غادي ندخلها في العجين ونبدا ندلك بها العجين في اخر المرحله ديالو. دابا غادي نخلطوا هاد المكونات ونجمعوهم بالحليب الدافئ. كيف ما شفتوا كنعجنوا العجين ديالنا، كنضيفوا الحليب بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه اللي هي رطبه، كندلكوها مزيان. من بعد ما دلكنا العجين كيف ما شفتوا هانتوما غتبقى واحد 4 المعالق من السيترو ديال الحليب، يعني خدا لينا نص سيترو وبقات لينا واحد 4 كاس ديال الحليب. دابا غادي نضيفوا 90 غرام ديال الزبده، غندخلوها في العجين وندلكوها بها مزيان باش كيجي البينيه ما كيجيش مطقص، كيجي مفشفش من الداخل وما كيشربش لينا الزيت. هانتوما غتلاحظوا الكميه ديال الزيت اللي غنقليوه فيها ما غاديش تنشف. صافي نبقاو ندلكوه مزيان، واخا تشوفوها كتجرى غير تبقاو تدلكوه، راه غادي تشرب هذيك الزبده كامله، غادي تدخل في الطحين. هانتوما شفتوا حصلنا على واحد العجين اللي هو رطب ما كيتلصقش في اليد وحتى في طاوله العمل. غنحتفظوا بها تنشف وتخمر. بالنسبه للعجين من بعد ما ارتاح كنضربوه بالمنفض على سمك ديال نص سنتيمتر، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ، وغنقطعوه بواحد السيركل او مرشم اللي هو دائري على حسب القطر اللي بغيتو نتوما. بغيتو بينيه كبير غديروا سيركل عنده القطر كبير، بغيتوه صغير غادي تقطعوه بمرشم دائري اللي هو صغير. من بعد ما بسطنا العجين كيف ما شفتوا السمك ديالو على هاد السمك، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، كنقطعوا بهاد الدائره العجين كامل وكنعاودوا نديروا فيه واحد الثقب من الوسط. ولا بغينا نخليوه هكا بدون ثقب راه ملي كنقليوه كنفتحوه من الجنب، كنوجدوا الكريم باتيسير او كريمه الحلواني وكنعمروه، كيجي بينيه حلو عامر بالكريمه. ما بغيناش نعمروه راه كنديروه مثقوب باش يجي بينيه عادي. من بعد ما البينيه ديالنا خمر كيف ما شفتوا غادي نديروا واحد حمام زيت ساخن وكنقليو البينيه. العافيه تكون متوسطه باش ما يتحرقش، وملي كيتحمر على الجهتين بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا الكميه كامله. كندوزوه في السكر سنيده مع الفاني، كندوزو البينيه في السكر سنيده مع الفاني. بالنسبه للبينيه من بعد ما فندناه في السكر والفاني هانتوما كيخرج واحد الكونتيتي كثيره تبارك الله، كيجي محمر ولذيذ مفشفش. بالصحه والراحه والى وصفه قادمه بحول الله.